ان شاء الله احنا متوجهين على مصفى بيجي وجهاز مكافحة الارهاب. هاي الابطال من جهاز مكافحة الارهاب، واحنا هاي ان شاء الله قريبين. هاي شوف جاي نرفعهم لان هذا مصفى بيجي قدامنا بعد تقريبا 3/4 الكيلو، لان شبابنا محصورين هناك، وان شاء الله نسألكم الدعاء. وبزود هسه صارت رشقات علينا، يعني ان شاء الله ماكو شيء. هاي منطقة الخطر يعني تعتبر، ولذلك نريد نقول هاي الناس المضغوطة زحمة كافي تقلدون على العالم هذا ظال يصوروا كذا. اخي احنا هاي معركة، احنا ذا ما نعاركهم بالسلاح وبالسلاح الابيض وبالتصوير. لا عاد شو تصير نعاركهم بالدعاء مثلا؟ حبيبي عيب كافي، هاي معركة اخي. هم جاي يحاربونا اعلاميا واحنا حسرة علينا واحد يصور وينشر التصوير ماله. اخي ما ناشرة الك، افتهم، ما ناشرة الك اخي، انا ناشرة للدواعش، نريد نبين مثل ما هم احنا. شو تريدون تسوون سووا، احنا هسه قريبين من الدواعش 3/4 الكيلو. ولذلك هاي منطقة الصد، هسه يشهد علي ابو الفضل عباس دولة الدواعش قدامنا. هاي منطقة الصد، منطقة الخطر، المزرعة صارت ورانا. احنا هسه عملية استباقية كتائب الامام علي وجهاز مكافحة الارهاب الفرقة الذهبية جماعة عميد ركن معا، وان شاء الله هسه رشقات علينا مال قناص ان شاء الله. هسه احنا عبرنا المالحة، يعني صدقوني يعني عبر تقريبا 600-500 متر هاي الدواعش، وان شاء الله منتصرين عليهم بحق محمد وآل محمد. هاي قدامكم مباشر. هنا لازم نمشي بسرعه على المنطقه. نعم، لان هذول هسه الدواعش هاي سكه الحديد هم خاطين وراها، فجاي يضربون لنا رشقات. يعني اذا ضربونا بال 23 ينفذ علينا ولعله يستشهد من يمنا واحد، بس هم جاي يضربونا بعتاد خفيف. وهم المشكله المقابلنا غبي، ولذلك احنا نسالكم الدعاء اخوان. وحيوا ابطالنا من وزاره الدفاع وابطال جهاز مكافحه الارهاب ومن الحشد الشعبي كتائب الامام علي. اخوان راح اضطر يعني اقطع التصوير لان صارت اشكالات عندنا ان شاء الله.